شو وقت ناخذ المسحات وشنو المسحات وليش ناخذها؟ على مود نفتهم شنو المسحه. هو احنا راح ناخذ المسحه يسووها لغرض معرفه، مو لغرض التشخيص. احنا للاسف بدنا نستخدمها لغرض التشخيص. المسحه هي عباره ما يسمى بالبي سي ار او ار تي بي سي ار، اللي هو ريفيرس ترانسكريبتيز بوليميريز تشين رياكشن، يعني هذا المختصر مال هاي الكلمه. احنا بدنا نروح نلقي الفيروس او التسلسل الجيني للفيروس بالمسحه اللي اخذناها من الانف. لذلك من سووا بعض التجارب يريدون يشوفون شلون يبدي المرض على مود نعرف احنا ننصاب مرة الثانيه لو ما ننصاب. هوايه ينسال هذا السؤال، دكتور اني تماثلت للشفاء شويه ظهرت على هالقد ما الناس خايفه، سووا تجارب على 4 قرود. اكو بعض الأربعة قرود، اخذوا 4 قرود، وهذه القرود اصابوها بالفيروس، سووا لها اصابه بالفيروس، جابوا لهم سووا لهم الفحص البي سي ار وطلع كلهم بوزيتيف، يعني جابوا الفيروس وخلوه بهاي القرود وصارت مصابه بالفيروس وظهرت عليها اعراض اللي هي الحمى. خلال 5 ايام ظهرت عليهم اعراض هذه 5 ايام من الاصابه بالفيروس، صاروا مصابين ذولا كلهم. على مود نفهم شلون المرض يتعامل معاه، شو وقت نشفى منه تماما. بفحص البي سي ار شافوا انه بالبدايه ما راح يطلع عندهم هوايه يعني بوزيتيف، شافوا باليوم الثالث يصير الفيروس باعلى مستوياته، يعني من يجون ياخذون راسا يسوون فحص يطلع الفحص بوزيتيف. ضحوا بواحد من القرود في منطقه الحاده اللي هسه دا احكي لكم فتره الاعراض الحاده، شرحوا هذا، يريدون يشوفون الفيروس وين استقر، وين الفيروس. لقوه وين؟ لقوه بالانف، كميه كبيره من الفيروسات. لقوه بالبلعوم، لقوا الرئه مليئه بالفيروس، هاي الفتره اللي الحاده من المرض. لقوه بالجهاز الهضمي بالامعاء، لقوه بالكليه، لقوه بالحبل الشوكي، لقوه بالقلب، لقوه بكل الجسم، لقوه بالمثانه. فاذا لكن لقوه باعلى نسبه وين؟ بالرئتين، اعلى نسبه من الفيروس، لكن لقوه بكل الجسم. القرود الثلاثه المتبقيه تابعوها خلال 14 يوم، 21 يوم الى 28 يوم. شافوا انه خلال هاي الفتره من تبدي تتماثل للشفاء تظهر الاجسام المناعيه، تزداد بالتدريج الاجسام المناعيه الى يوم 28. بال 28 شافوهم شفاء تام، تثبت هذه القرود شفاء تام. رجعوا سووا جابوا لهم الفيروس مرة الاخ ودخلوه عليهم، جابوا كميه كبيره من الفيروس على ذن القرود المتشافيه المصابه والمتشافيه، دخلوا لهم مرة الثانيه اللي يريدون يشوفوهم يصابون. شافوا ظهرت عليهم اعراض بسيطه جدا وبعدين انتهى الموضوع. قاموا بتشريح احد القرود، ما وجدوا وجود فيروس بالجسم، فيروسات منتهيه، مناعتك قضت عليه، مناعه القرود اللي تكونت بالجسم قضت على الفيروس. فحتى اذا تماثلت للشفاء وصار عندك اصابه ما راح تنصاب بشكل شديد، ما راح تنصاب، الا اذا جت سلاله جديده. من شرحوا هذه القرود